في 29 مايو سنة 1453 حصل حدث من أبرز الأحداث في التاريخ. الحدث ده كان كفيل إنه يغير ممالك ويمحي دول بقالها قرون، وبفضل الحدث ده سطوة الأوروبيين قلت جدا بينما المسلمين سيطروا على شريان أوروبا. الحدث ده هو سقوط القسطنطينية في إيد المسلمين. تعال أحكي لك الحكاية من أولها. القسطنطينية هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة برضو باسم الإمبراطورية البيزنطية، واللي نشأت نتيجة تفكك الإمبراطورية الرومانية سنة 395 ميلادي لوحدة شرقية وواحدة غربية. فتح مدينة القسطنطينية يعتبر حلم لمعظم قادة المسلمين على مر العصور. أول محاولة للفتح كانت سنة 669 في عهد معاوية ابن أبي سفيان، وفيها بعت حملة عسكرية ضخمة بقيادة فضالة ابن عبيد الله الأنصاري اللي توغل بالجيش داخل الأراضي البيزنطية لحد الوصول إلى العاصمة. وبعد معارك مع جيش العاصمة المسلمين ما قدروش يحرزوا انتصارات حاسمة، فأمرهم معاوية بالرجوع لدمشق، وبعدها ب5 سنين سنة 674 يبدأ الحصار الثاني للمدينة. في المرة دي الأسطول الإسلامي يغطي المية كلها من جميع الجهات، وتبدأ المناوشات في البر والبحر، لكن برضو بدون تقدم ملحوظ. استمر الوضع زي ما هو ما بين شد وجذب لغاية سنة 680 لما يقرر معاوية بسحب جيشه إلى دمشق وتوقيع هدنة مع الروم لمدة 30 سنة. فشل جيوش المسلمين أثناء خلافة معاوية كان سببها إن التركيز بيكون على الحصار من ناحية البحر، أما الحصار البري بيكون مش مستقر، وده بيفتح منفذ للمدينة لدخول وخروج الإمدادات. بيحاول المسلمين مرة تانية أثناء خلافة سليمان بن عبد الملك سنة 617 ميلادي بعد ما جمع جيش من 180 ألف جندي و1800 سفينة. وفعلا الحصار المرة دي كان محكم وأقوى من المرات السابقة، إلا أن قوة أسوار المدينة ومهارة العمال والمهندسين في تصليحها وكمان حدوث عاصفة قوية تدمر الأسطول خلت الحصار ما يكملش وينسحب الجيش في يوليو سنة 718. إلى جانب المحاولات دي كان في محاولات تانية أثناء الخلافة العباسية، لكنها ما كانتش بنفس القوة وساعات الجيوش ما كانتش بتوصل للمدينة أصلا. الصراع ما بين الروم والمسلمين ومحاولات فتح القسطنطينية شبه اختفت لعدة قرون نتيجة التشتت اللي حصل والانقسام في الدولة العباسية، ده غير الحملات الصليبية والغزو المغولي. في بدايات العهد العثماني في سنة 1391 ضرب السلطان بايزيد الأول حصار على المدينة وعزلها عن المدن المحيطة، والمرة دي كانت هتظبط فعلا لولا غزو المغول للدولة العثمانية بقيادة تيمور لنك. وبعد وفاة بايزيد الأول يحاول ابنه موسى جلبي إنه يحاصر المدينة تاني، لكن إمبراطور الروم يستنجد بأخو موسى جلبي علشان يجبر أخوه على رفع الحصار. آخر مرات الحصار للقسطنطينية قبل فتحها كان حصار السلطان مراد الثاني ابن محمد جلبي أخو موسى جلبي. توجه مراد بجيش عدده 50 ألف مقاتل واشتبك مع الروم في قتال عنيف سنة 1422. الفتح كان على الأبواب لولا رجوع مراد بسبب نشوب ثورة في الأناضول، وبعد مراد يتولى ابنه محمد العرش واللي اتعرف بمحمد الثاني. وكانت في الوقت ده الإمبراطورية البيزنطية مقتصرة على القسطنطينية وضواحيها، فكان واضح إن أيامها بقت معدودة. طيب، من الواضح إن المدينة بتمثل أهمية كبيرة للمسلمين، وعلى مر العصور دايما بيكون في محاولات لفتحها، لكن ليه هي بالأهمية دي؟ أولا طبعا بسبب نبوءة سيدنا محمد، لأنه قال في حديث: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فكل قائد كان بيحاول يكون هو القائد، وكل جيل بيتمنى يكون الجيش ده. كمان القسطنطينية كانت العاصمة الأهم في العالم ساعتها، لأنها مركز اقتصادي ضخم ونقطة الوصل ما بين أوروبا وآسيا، وحصونها من أقوى حصون العالم. السلطان محمد الثاني واللي هيعرف بعد كده بالسلطان محمد الفاتح
كان عنده أقوى الدوافع لفتحها. وفضلا عن الأسباب اللي فاتت، القسطنطينية كانت بمثابة شوكة في ظهر العثمانيين، وده بسبب موقعها واللي بيقسم الدولة بالنص حرفيا، فوجودها مسبب إعاقة لفتوحات المسلمين في أوروبا. ده غير إن محمد استلم العرش في فترة مضطربة بسبب غزو المغول في عهد أبو مراد، فالسيطرة على القسطنطينية كانت هتلم أجزاء الدولة من تاني وترجع السلطة المركزية في إيد شخص واحد وهو السلطان محمد الثاني. فتقريبا كل المؤشرات كانت بتقول إن الفتح جاي. اتعمد السلطان محمد إنه قبل ما يهجم على القسطنطينية يعمل تحالفات وتعاهدات مع بقية الأطراف علشان يتفرغ لعدو واحد، وفعلا يقوم بعمل معاهدة مع جمهورية البندقية ومملكة المجر وجمهورية جنوة، وكمان مع فرسان القديس يوحنا، وبكده يكون عزل العاصمة سياسيا عن كل العالم الغربي. السلطان محمد كان عايز كمان يعزل المدينة اقتصاديا، فأمر ببناء قلعة رملي على بعد 6 أميال بس من القسطنطينية. بوجود القلعة دي وقلعة أناضولي اللي بناها بايزيد الأول على مضيق البوسفور، العثمانيين قدروا يسيطروا على المضيق بالكامل ويتحكموا في السفن اللي بتمر من خلاله. قلعة رملي اتبنت في 3 شهور بس، وطبعا قسطنطين إمبراطور الروم كان عايز يعترض على بناء القلعة، لكن رجاله حذروه إن الاعتراض مش هيعمل حاجة غير تسريع الحرب. الإمبراطور قسطنطين شاف إن الحرب جاية كده وكان لابد إنه يستنجد بدول أوروبا، لكن الرد الأوروبي جاء متفاوت حسب مصلحة كل دولة، وبشكل عام الدعم كان مش أفضل حاجة. حتى شعب القسطنطينية نفسه كان متخاذل في الدفاع عنها، لأنهم بيشوفوا إن أسوارها الضخمة واللي حمت المدينة لقرون مستحيل أي جيش يعرف يخترقها. قضى السلطان محمد الفاتح الشتاء ما بين سنة 1452 و 1453 في أدرنا بيستعد للفتح الكبير، وجمع جيش جرار كان من أضخم الجيوش في الزمن ده. بتقول الوثائق في الأرشيف العثماني إن عدد أفراد الجيش كان بيتراوح من 50,000 إلى 80,000 مقاتل، وفي مصادر قالت إن الجيش العثماني ده وصل عدده حوالي 300,000 مقاتل. كمان قام السلطان العثماني بتزويد الجيش بأحدث أنواع المدافع، ومنها مدفع عظيم جدا كان صنعه مهندس مجري اسمه أوربان، وكان طول المدفع ده حوالي 8 أمتار. كمان تم تصنيع أسطول كبير من السفن الحربية، وكان عدد السفن فيه حوالي 126 سفينة كبيرة و75 قارب صغير. ده غير البحارة اليونانيين اللي استعان بيهم السلطان محمد، وده لسابق خبرتهم في قيادة السفن الحربية في البحار والمحيطات. حاول البيزنطيين انهم يوقفوا بناء قلعة رملي حصار، وقاموا بعمل غارات على عمال البناء ومحاولة هدم اللي تم بناؤه، الامر اللي فتح المناوشات بين الجنود العثمانيين والبيزنطيين. فقام السلطان محمد بانتهاز الفرصة واعلان الحرب على الامبراطورية البيزنطية، وقام الامبراطور الروماني بقفل باب المدينة على اللي فيها من السكان والاستعداد للحرب. اتحرك جيش العثمانيين في فبراير سنة 1453 ومعاهم المجانيق والمدافع والمدفع الكبير اللي صنعه أوربان المجري، وده بعد ما قاموا بتسوية الطريق من أدرنا إلى القسطنطينية وتمهيده علشان يقدروا يجروا عليه المدافع والأسلحة التقيلة بالتيران ومساعدة الجنود. وصل الجيش ونصب الأسلحة والمدافع على بعد حوالي 5 أميال من أسوار القسطنطينية، وده كان في شهر مارس من نفس السنة. وصل السلطان محمد الفاتح على رأس فرقة عسكرية قدام أسوار القسطنطينية في 5 إبريل سنة 1453، وفي نفس الوقت تم إصدار الأمر للأسطول العثماني بالتحرك من مدينة كاليبولي باتجاه القسطنطينية لإحكام الحصار عليها من البر والبحر. بدأ الحصار الفعلي على المدينة في يوم الخميس 6 إبريل سنة 1453، وقبل توزيع فرق الجيش اتجه السلطان محمد إلى القبلة وصلى ركعتين والجيش كله صلى وراه، وقام بعد كده بتوزيع الفرق العسكرية بحيث انه خلى القسم الأكبر من الجيش يتمركز في جنوب شبه جزيرة القرن الذهبي، ونشر الجنود على طول الأسوار حول القسطنطينية. كمان قام بنصب 14 بطارية مدفعية حول المدينة وعدد من المجانيق والأبراج المتحركة والمدفع الكبير. وأثناء الحصار قام السلطان بإرسال أفضل الجنود لتطهير اللي اتبقى من البؤر الرومانية المحيطة بالقسطنطينية. بدأ السلطان بإرسال الرسائل للإمبراطور الروماني ينصحه بتسليم المدينة بدون قتال لحقن الدماء، وتعهد له باحترام السكان والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وكنايسهم، لكن الإمبراطور رفض وقرر القتال.
أعطى السلطان محمد الأمر للمدفعية ببداية القصف، وفضلت المدافع تضرب أسوار القسطنطينية لكن بدون جدوى، وده لضخامة الأسوار وقوتها. كمان المدافع كانت بتضرب 7 طلقات في النهار وطلقة واحدة بالليل، وده لأنها كانت بتحتاج للتبريد باستمرار. كمان إعادة حشو الطلقات كان بياخد وقت طويل، حوالي من 2 ل3 ساعات، فكان كل ده بيدي وقت للجنود الرومان داخل الأسوار إنهم يقدروا يصلحوا الأماكن اللي اتضررت من الطلقات. في يوم 18 إبريل جه مجموعة سفراء من المجر للمعسكر العثماني، وأبلغوا الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا رسالة بتقول أنه باسم العالم المسيحي أن جيوش أوروبا المتحدة هتستولى على البلاد العثمانية في حالة عدم رفع الحصار عن القسطنطينية. لكن السلطان محمد ما اهتمش بيهم وأصر على فتح المدينة قبل ما جيوش أوروبا ما تتجمع وتوصل ليه. في الوقت ده كان الأسطول العثماني بيحاول الدخول إلى القرن الذهبي، لكن وجود سلسلة حديدية كبيرة كانت بتقفل الممر خلتهم مش عارفين يدخلوا. يوم 20 إبريل سنة 1453 كان يوم مش عادي، لأنه وصل سفن الأسطول الأوروبي إلى مضيق البسفور محملين بالجنود والمؤن والذخيرة بقيادة يوحنا جوستنياني، ودارت معركة كبيرة بينهم وبين الأسطول العثماني انهزم فيها العثمانيين واتحرق عدد من سفنهم، وقام الجنود الأوروبيين برفع السلسلة الحديدية والدخول بسفنهم إلى القرن الذهبي، وقفلوا السلسلة تاني علشان سفن العثمانيين ما تقدرش تدخل وراهم. الموقعة دي رفعت الروح المعنوية للرومان وأثرت بالسلب على الجنود العثمانيين، فقام السلطان العثماني بإقالة قائد الأسطول من منصبه وتعيين واحد تاني اسمه أحمد بيك ابن جالي بيك. في صباح يوم 21 إبريل فكر السلطان محمد في فكرة غريبة جدا، وقال في نفسه إن الحصار مش ممكن يتم ويبقى مفيد غير لما سفن الأسطول العثماني تدخل القرن الذهبي وتحاصر القسطنطينية من جميع الجهات. وعلشان كده فكر وقرر إنه يتم نقل سفن الأسطول من البحر إلى البر عن طريق بشكتاش، وبعدين خلف هضاب جلطة وصولا للقرن الإفريقي، وبالطريقة دي يقدر يلتف حوالين السلسلة الحديدية ويدخل المياه من خلف منطقة القرن الذهبي. ولتنفيذ الخطة دي قام الجنود العثمانيين بتمهيد طريق بري طوله حوالي 3 أميال، وحطوا عليه ألواح من الخشب وصبوا عليه كميات كبيرة جدا من الزيوت والشحوم علشان تسهل انزلاق السفن عليها. كمان أمر المدفعية إنها تستمر بضرب الأسوار طول الليل والنهار علشان تعمل تمويه وإلهاء للجنود الرومان. بالفعل تمت الخطة بنجاح، وتم نقل حوالي 70 سفينة بالليل علشان يطلع النهار ويتفاجئ أهل القسطنطينية بتكبيرات المسلمين ووجود السفن العثمانية راسية داخل القرن الذهبي. دخول سفن الأسطول العثماني للقرن الذهبي سبب صدمة كبيرة لسكان المدينة وانهيار كبير في معنويات الجنود البيزنطيين، واضطر الإمبراطور الروماني إنه يسحب أعداد كتيرة من الفرق العسكرية اللي بتحمي الأسوار علشان يحموا السور اللي مواجه للقرن الذهبي. القساوسة والكهنة بقوا يطوفوا في المدينة يحرضوا الجنود في الثغور والسكنات على الثبات والقتال، ويشجعوا الناس على الدخول للكنايس للدعاء وطلب الخلاص. استمر الحصار على مدينة القسطنطينية، ومع صباح يوم 29 إبريل أمر الإمبراطور البيزنطي بإعدام الأسرى المسلمين اللي عنده، وكان عددهم 260 أسير، وفعلا تم الإعدام أمام جنود الجيش العثماني، اللي اضطر السلطان محمد لعقد اجتماع طارئ مع كبار قادة الجيش والمستشارين والشيوخ والعلماء بما فيهم الشيخ آق شمس الدين مربي السلطان العثماني وأهم شيوخه وأكبر المؤثرين على شخصيته. طلب السلطان محمد من الحضور الإدلاء بآرائهم حوالين الوضع الحالي، فريق أشار على السلطان بالانسحاب حقنا للدماء وتفاديا لغضب أوروبا المسيحية. وكان من أبرز الداعمين للرأي ده الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا. الفريق الثاني واللي كان أبرز مؤيدينه الشيخ آق شمس الدين وزغانوس باشا أحد أكبر قادة الجيش العثماني وأمير الأسطول، قالوا إن لازم يستمر الهجوم على المدينة والقتال حتى النصر، وقالوا كمان إن القسطنطينية أصبحت في أضعف حالتها، والجنود العثمانيين حالتهم النفسية مرتفعة جدا ومتحمسين لإتمام الفتح. في صباح يوم 5 مايو أمر السلطان العثماني الجيش بالهجوم الشامل على أسوار المدينة، واستمرت أعمال الكر والفر بين الجنود العثمانيين والبيزنطيين الموجودين على الأسوار لحد يوم 16 مايو.
لما أمر السلطان الجنود بحفر خنادق من تحت الأسوار للدخول للمدينة، وفعلا بدأ الحفر. إلا أن الجنود البيزنطيين سمعوا أصوات الحفر من تحت الأسوار، فقابلوا الجنود العثمانيين بحفر أنفاق تانية واتقابلوا مع بعض، وبعدين خرج الجنود البيزنطيين من الأنفاق وأغرقوها على العثمانيين بالنفط المحترق والمواد الملتهبة، اللي أدى إلى تراجع الجنود العثمانيين وخروجهم وهروبهم من الأنفاق. وطبعا استشهد منهم أعداد كبيرة، وكمان أصيب منهم أعداد كتير. يوم 25 مايو سنة 1453 بعت السلطان محمد رسالة إلى الإمبراطور البيزنطي يعرض عليه تسليم القسطنطينية بدون إراقة المزيد من الدماء، وده مقابل شرطين. الأول إن يخرج الإمبراطور وحشيته بأموالهم وذهبهم ويتوجهوا إلى شبه جزيرة المورا ويحكمها الإمبراطور تحت سيادة الدولة العثمانية، وثانيا يتعهد السلطان العثماني بعدم المس بحرية السكان وأملاكهم وكنايسهم وما يجبرهمش على اعتناق الإسلام. أما لو دخلها السلطان محمد بالقوة فهو حر في التصرف فيها كيفما يشاء. وبعد ما وصلت الرسالة للإمبراطور البيزنطي اجتمع بمستشاريه ورجال الكنيسة وأخذ رأيهم، بعضهم مال لتسليم المدينة والبعض الآخر أصر على استكمال القتال، وكان الإمبراطور مع رأي استمرار القتال. وأرسل رسالة إلى السلطان العثماني شكروا فيها على جنوحه للسلم، وقال له إنه موافق على دفع الجزية اللي يحددها السلطان مع اعترافه على سلطة الدولة العثمانية على كل الأراضي اللي تم فتحها. أما القسطنطينية فهي مش قلعة علشان أتنازل عنها، ولكنها أكبر تاج إمبراطوري مسيحي وبيرجع تاريخها إلى 1500 سنة، وإنه أقسم عن الدفاع عنها حتى آخر حياته، وإما إنه يحفظ عرشه أو يدفن تحت أسوارها. ولما وصلت الرسالة للسلطان محمد قال سيكون لي قريبا في القسطنطينية عرش أو سيكون لي فيها قبر. في يوم 26 مايو وصل وفد كبير من المجر يحمل رسالة للسلطان محمد باسم العالم المسيحي، وهددوه في الرسالة بأن أسطول البندقية واللي كان سيد البحر في الوقت ده ومعاها أساطيل أوروبا على وشك العبور من مضيق جانب قلعة، وإن جيش مسيحي بمئات الآلاف على أهبة الاستعداد لاجتياز الدانوب إلى الجنوب لمواجهة العثمانيين. وبناء على المعطيات الجديدة دي عقد السلطان محمد مجلسه الحربي للمرة الأخيرة لسماع رأي القادة والعلماء والمستشارين. برضو قرر الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا نصيحته للسلطان العثماني بوقف الحرب ورفع الحصار والموافقة على دفع الجزية اللي عرضها الإمبراطور البيزنطي. وفضل كمان الشيخ آق شمس الدين على رأيه وعارض بشدة وقف القتال، وقال إن شاف في منامه بشارة فتح القسطنطينية على إيد السلطان محمد، وفكروا بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كمان قال إن البشارة اللي شافها في المنام هي رؤيته للصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري بيقول له على موضع قبره بالقرب من منطقة القرن الذهبي خارج أسوار القسطنطينية، واللي فعلا لقاه السلطان العثماني هو والشيخ آق شمس الدين، وكانت معالمه مطموسة وقبته منهارة. فأمر السلطان محمد بوضع حراسة على قبره، وبعد فتح المدينة أمر السلطان العثماني ببناء مسجد حوالين القبر، وكان ده في سنة 1458. صام الجنود العثمانيين يوم 27 و 28 مايو سنة 1453 تقربا إلى الله، وكان علماء المسلمين بيطوفوا بين الجنود ويذكروهم باللي أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء من نعيم الجنة وحسن الجزاء. كمان خطب فيهم السلطان محمد لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على القتال والجهاد. في نفس الوقت كان البيزنطيين بيقيموا القداس والابتهالات والمراسم الدينية في آيا صوفيا لتشجيع الجنود وحثهم على الصمود والثبات وتذكيرهم بأنهم سلالة صناديد أثينا وأبطال روما. في صباح يوم 29 مايو سنة 1453 وبعد صلاة الفجر مباشرة بدأ الهجوم العثماني العام على القسطنطينية. بدأت المدفعية في إطلاق قذائفها على أسوار المدينة، واتدفعت أعداد مهولة من الجنود لتسلق الأسوار، ومع القصف المدفعي العنيف بدأت الأسوار في التخلخل والتحطم، وبدأت تظهر فيها فجوات وثغرات استغلها الجنود العثمانيين للاندفاع داخل المدينة. ومع احتدام المعارك واشتداد وطيس المعركة أصيب قائد جيش جنوة الموالي والمساعد للإمبراطور البيزنطي إصابة شديدة دفعته للهروب من المعركة، واللي تسبب بانتشار الرعب والهلع في قلوب الجنود البيزنطيين
البيزنطيين. وفي وسط كل ده يتمكن ضابط عثماني اسمه حسن طوبال من الوصول لأعلى نقطة في السور الأوسط للقسطنطينية ويرفع عليها العلم العثماني. ولكن للأسف يقرر الجنود البيزنطيين إنهم يطلقوا عليه السهام علشان يستشهد هو و18 جندي من رفاقه، لكن الراية فضلت مرفوعة بأيادي جنود عثمانيين قدروا إنهم يوصلوا لنفس النقطة. لما شاف الإمبراطور البيزنطي راية العثمانيين مرفوعة فوق الأسوار اتأكد إن المعركة انتهت وإن المدينة سقطت في إيد المسلمين، فانقض هو وبقية الجنود اللي معاه على الجنود العثمانيين اللي قابلوه بثبات قوي وشجاعة منقطعة النظير علشان يقتل الإمبراطور البيزنطي وتقطع رأسه بضربة سيف ويسقط صريعا في أرض المعركة. استمر الجنود العثمانيين في تطهير أسوار المدينة وأبواب القلاع من المقاومة، واتجمع آلاف من الجنود في ميدان آيا صوفيا انتظارا لدخول السلطان العثماني محمد الفاتح إلى قلب المدينة. وفي عصر يوم النصر الموافق 29 مايو سنة 1453 يدخل السلطان العثماني على ظهر حصانه جنبلاط أو ذو الروح الفولاذية ويوصل إلى كاتدرائية آيا صوفيا، واللي كان متجمع فيها أعداد كتيرة من الناس، فأمنهم على حياتهم ومعتقداتهم وأموالهم وطلب منهم الرجوع لبيوتهم. وبعد كده أمر برفع آذان العصر داخل آيا صوفيا، وكان ده إيذانا باعتبارها كمسجد جامع للمسلمين. صلى السلطان الفاتح صلاة العصر في الكاتدرائية وأمر بإحضار جثة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين وتسليمها للرهبان وبعدين دفنها بعد إقامة المراسم المعتادة. قعد السلطان العثماني في القسطنطينية حوالي 23 يوم، نظم فيها شؤونها واتخذها عاصمة للدولة العثمانية واستبدل اسمها باسم إسلامبول واللي يعني دار الإسلام، واللي تحول بعد كده إلى إسطنبول. وكمان غير السلطان اسمه إلى السلطان الفاتح محمد خان الثاني، وأرسل رسائل إلى السلاطين والأمراء المسلمين حول العالم لإعلامهم بفتح المدينة الحصينة وتحقيق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الفتح انتهج السلطان العثماني سياسة التسامح الديني وطلب من المسيحيين إنهم ينتخبوا بطريرك جديد لكنايسهم، وقام باعتماد الانتخاب ده. كمان سمح لهم بممارسة شعائرهم وأنشطتهم، بل وسمح للطائفة اليهودية في المدينة بامتلاك المعابد وحرية ممارسة معتقداتهم. كان لسقوط القسطنطينية في إيد المسلمين أثر كبير في الشرق والغرب، كمان يعتبر أحد أكبر وقائع التاريخ العالمي والحد الفاصل ما بين نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. تفتكر لو ما كانش الفتح ده حصل كان هيبقى إيه شكل العالم دلوقتي؟ وإيه موازين القوى فيه؟ وهل الدولة العثمانية كانت هتستمر في التوسع في أوروبا ولا لأ؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.